السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم سميرة حاتم. فيديو جديد، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم بريوش اللي كيجي اكثر من رائع، قطني باقتصادي، بيضة واحدة بدون حليب، فقط بربع كأس ديال الزيت. ما تمشيو فين، خليكم معايا شوفوا الفيديو للاخر باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. واللي كيشاهد قناتي اول مره فضلا وليس امرا شاركوا فيها وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات ديالي، وما تنساوش اللايك والبارطاج. على بركه الله كنحتاجو هنايا كاس ونصف عنبه ديال الماء تيكون دافي، وكنضيفوا ليه خميره على حساب الجو. انا هنا درت خميره، عفوا درت معلقه كبيره عامره خميره الحبيبات، وهنا كاس الا ربع عنبه ديال السكر سنيده خديت منه غير شويه، والباقي غنضيفو من بعد. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كنحس بديك الخميره بدات تذوب مع الماء. واللي بغات تضيف هنايا واحد القليل ديال الدقيق تضيفو. صافي هنا غادي نخلط مزيان وغادي نغطيه، غادي نخليه حتى كيتفاعل تقريبا واحد الخمسة حتى ل10 دقائق كتحسوا به يتفاعل. صافي كتكملوا العمليه ديال العجن. صافي هنا كيف ما شفتوا راه بدا كيتفاعل. نسمتو هنايا بقشور ديال الليمون كانوا عندي في المجمد. وهنا غادي نضيف الباقي ديال السكر سنيده، كان عندي كاس لاروب. الا بغيتو تعمروا البريوش بالشوكولاط ديروا غير نص كاس. وهنايا ربع كاس عنبه ديال الزيت كيف ما شفتوا معايا، غير ربع كاس عنبه. وداكشي اللي كيبقى ليا لاصق في الكاس غادي ندهن به يدي في الاخير ملي نبغي نشكل البريوش. هنا زدت نسمت بالفاني ودرت شويه ديال الملحه تصحيح الذوق فقط. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، ناخذ الخلاط اليدوي احسن باش داك السكر تيذوب ليا مزيان مع الماء ومع المكونات. واللي بغات تعوض الماء بالحليب تيبقى لكم الاختيار. انا هنا بغيت نصاوبو معكم اقتصادي باش تشوفوا النتيجه كيفاش كتجي. هنا كناخذ بيضه واحده، كناخذ الاصفر غادي نخليه على جنب، وهاد المكونات غنضيف ليهم ابيض البيض. غادي ندير ابيض البيض في العجين والاصفر غادي نخليه للدهن. غادي نخلط مزيان حتى كينسجموا. ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وكتلصق في اليد. ضروري خصها تكون رطبه وكتلصق في اليد باش تحصلوا ان شاء الله على النتيجه اللي شفتوا معايا اول فيديو. هنا درت الكاس العنبه الاول والكاس عنبه الثاني. تقريبا البنات كتاخذ حتى 500 غرام. المهم كتخليو الدقيق حداكم، عينيكم، ميزانكم، كتبقاو تضيفوا شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو. هنا درت الكاس الثالث وضفت معاه واحد ساشي خميره الحلويات من وزن 8 غرام. غادي نخلط هاد المكونات، وهنا غادي نحاول انني غادي نزول هاد الخلاط اليدوي باش نتحكم في القوام ديال العجين. غادي نستعمل اليد ديالي. هنا غادي نضيف الكاس الرابع، هنا تقريبا نقولوا 400 غرام اللي عندنا ديال الدقيق. صافي هنا كيف ما شفتوا راني خدمت يدي صراحه كتجيني احسن باش كنتحكم في العجين وكنتحصل على القوام اللي بغيت. انا كيف قلت لكم درنا 4 الكيسان، هذا هو الخامس. غادي ندير النص ديالو وغادي نخلط مزيان. وغادي نشوف الا حسيت بها راه خاصها دقيق غادي نضيف داك النص الاخر. الا حسيت بها راه هي هذيك القوام ديالها مزيان راه ما غاديش نضيفو. تقريبا خدات ليا 500 غرام ديال الدقيق او لا قلب شويه. صافي كيف ما شفتوا هذا هو القوام اللي بغيت، كتكون مطلوقه شويه جاريه، والنص اللي بقى راه ما ضفتوش. صافي هنا غادي نقسم العجين على جوج. هانتوما شفتوها راه هكا كتلصق في اليد رطبه بزاف. النصف غادي نخليه ابيض كيف ما هو، والنص الاخر غادي نضيف ليه الكاكاو. هذا اللي غنخليه عادي غادي نديرو على جنب، نغطيه ونخليه على جنب. وهذا النص الثاني غادي نضيف ليه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، وغادي نضيف ليها واحد شويه ديال الماء، معلقه هكاك ديال الماء، وغادي نخلط. الا حسيت بها راه كتجمع صافي، حسيت بها باقي خاصها الماء كنضيف ثاني معلقه اخرى صغيره ديال الماء. صافي شفتوا معايا.
صافي غنستمر بحال هكا، غادي نجمعها وندخل فيها داك الكاكاو مزيان حتى كنتحس لك على هذا القوام كيف ما شفتوا، على هذا اللون كتبقى كتلصق في اليد. غادي نغطيها حتى هي نفس الشيء، وغادي نخليهم على جنب كيخمروا تقريبا واحد ساعه. شحال ما خليتوهم يخمروا مزيان حتى يضاعف الحجم ديالهم راه كيكون احسن. صافي هنا بعد ما خمروا غادي نزول منهم الهواء، وهنا غادي ندهن يدي بواحد قطيره ديال الزيت اللي بقات ليا في داك الكاس، في داك 4 كاس. صافي هي اللي غندهن بها يدي، وغادي نخرج الهواء من هاد العجين بجوج، الابيض والاسود. هنا كنعمل قريصات من العجينين بجوج ديال الكاكاو وديال اللي منسم بالفاني. تنديروا قريصات القياس اللي بغيتو. اللي بغات دير لهم الشوكولاته في الوسط دير، كيبقى لكم الاختيار. غير ملي ديروا الشوكولاط كتنقصوا الحلاوه باش كتجيكم هي هذيك، كديروا نص كاس في العجين ديال السكر. نتمنى نكونوا واضحين في هذه المساله باش ما يجيكمش ثاني حلوين. انا حيت ما درتش الشوكولاط درت كاس لاروم. صافي بعد ما ساليت الكميه كامله درت الكويرات ديال العجين الابيض والاسود كيف ما شفتوا، جاوني على شكل وريضه. خليتهم على جنب تقريبا واحد 5 دقائق بيد ما شعلت الفران يسخن. هنا خديت اصفر البيض اللي بقى ليا، ضفت ليه شويه ديال القهوه مخلطه مع قليل من الماء كيف ما شفتوا معايا في الملعقه، خلطتهم مزيان. هنا بعد ما ارتاحت واحد 5 دقائق والفران راه كيشعل من قبل، كيسخن عفوا كيشعل الفران راه تايسخن من قبل. صافي هنا دهنتها كامله بداك اصفر البيض اللي عندي. وحاولوا البنات دهنوا غير بشويه باش ما تخرجوش منها ثاني داك الهواء اللي فيها ديال باش خمرات غير بشويه. انا هنا راه غير كنسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. صافي غادي ندهنها كامله. والتزيين كيبقى اختياري، بغيتو ترشوها بالجنجلان رشوها، بغيتو ديروا لها اللوز افيلي ديروا ليه هكا وكاكون كاسي اللي عندكم. بغيتو تخليوها هكا كيف ما هي ودهنوها غير بالمربى والكوك تيبقى لكم الاختيار. انا هنا رشيت هاد الكويرات البيضين رشيتهم بالجنجلان الابيض. صافي هنا وغادي ندخلها للفران طياب عادي، يكون الفران يكون سخون. كتكون العافيه متوسطه، ما تكون مجهده ما تكون قليله، حتى كطيب وكتحمر وكتشعلوا الفوق. صافي كتاخذ واحد اللون ذهبي، كتخرجوها وكتخليوها على جنب حتى كتبرد. صافي وكتزولوها من المول ديالها كيف ما شفتوا راه كتجي رطبه، كتجي هشيشه غير ب4 كاس ديال الزيت وبلا حليب وبلا زبده. هنا غادي نديرها في الطبق ديال التقديم، راه كنوريكم شحال جات رطبه حتى مني بردات. ومن بعد غادي ندهنها بالمربى، بغيتو ديروا الناباج ديروه، بغيتو ديروا العسل اللي عندكم. انا درت الكونفيتور ديال المشماش داك اللي خاص بالحلويات اللي كيكون جاري. صافي رشيتها هكا بشويه ديال الشوكولاط، حبوب الشوكولا وشويه ديال الكوك فقط للتزيين باش كتعطينا واحد الشكل جميل. وهنا غادي نقسم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي رطبه. نتمنى منكم تجربوها، راه ما غاديش تندموا عليها، اقتصاديه وصراحه سهله في التحضير وكتجي لذيذه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم وشفتوا كيستحق وشفتوا الوصفات اللي كنعطيكم كيستحقوا وكتستافدوا منهم ولو بالقليل. نتمنى منكم تدعموا قناتي باللايك وبالاشتراك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر.